السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا المستمعين. طبعا اتأخرنا عليكم في رد على الأسئلة اللي كنت بعتوها على بريد القناة. طبعا معايا اليوم ويشرفني فضيلة الشيخ طه عبد الرؤوف، وطبعا هنرد على أسئلتكم، وإن شاء الله هيكون الأسئلة اللي وصلتنا أسئلة كتيرة جدا، بس طبعا لديك الوقت هنخلي كل سؤال في حلقة، وبإذن الله الشيخ طه عبد الرؤوف هيكون عنده جواب لكل سؤال هترسلوا لنا. وطبعا زي ما تعودنا ان شاء الله هنسيب رقم التليفون على الشاشه عشان خاطر لو حد عايز يتواصل معانا بخصوص سؤال ومحتاج جواب عليه احنا تحت امركم. طبعا اول سؤال معانا لفضيله الشيخ. السلام عليكم يا استاذ محمد، عندي مشكله، متجوزه وفي مشاكل بيني وبين زوجي وعايزه اتطلق، بس مش راضي يديني نفقتي وعزالي، بيقول لي عايزه تطلقي ابريلي من كل حاجه واطلقك، اعمل ايه؟ طبعا ده كان سؤال من اختي طبعا، بس طبعا لسريه المواضيع طبعا مش هنقول اسماء، وهيكون معانا فضيله الشيخ طه عبد الرؤوف هيرد عليكي، وان شاء الله هيكون الجواب مناسب، ولازم تتابعونا برضه عشان خاطر برضه نقدر نوصل نقدر الاسئله بتاعتكم نقدر نجاوب عليها كلها. اتفضل يا فضيله الشيخ. ربنا يزيد فضلك. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. جوابي على السؤال بتاعت الأخت اللي بتسأل، أنا متجوزة وفي مشاكل مع زوجي ومش راضي يديني نفقة ومش راضي يدريني ومش راضي يديني حاجة. الجواب بتاعي نصيحتي لها أولا، هل في عيال ولا مش في عيال؟ لو في عيال اصبري واستحملي، وربنا سبحانه وتعالى هيعوضك اللي جوزك حرمك منه من نفقات او حاجات، ويعلم الله بظروفه برضه من نفقات او من حاجات، ربنا هيبارك في الاولاد ويعوضوك اللي كان نفسك فيه، اللي كان نفسك تشوفه من زوجي، يطلعوا اولاد حلال ربنا يبارك فيهم، هيشوفوا برضه التعب وانت استحملت علشانهم واستحملت عشان الاسره. والطلاق عين الجهل والحفاظ على الأسرة عين العقل. الطلاق ده لما تكون في حيطة مسدودة، أحافظ على الأسرة إلى أقصى درجة. الطلاق ده لما أوصل لحارة سد يبقى الطلاق ما عادش بقى فيه مستحيلات، خلاص بدنا نخلص من بعض لأن بذلنا جميع الأسباب عشان الحفاظ على الأسرة، ولكن إذا استعصى الأمر خلاص يبقى الطلاق. والطلاق أنا بسميه عين الجهل، والحفاظ على الأسرة عين العقل. وفي يوم من الأيام يمكن الأولاد دول لما يكبروا يقول لك يعني مش كنت مستحملة، مش قادرة كمان تستحملي شوية، مش قادرة تخليها تضحي عشان، أمال كنتوا مستنين وجايبين ليه وصرنا احنا الضحية والأسرة تتشتت والعيال تروح وبعد كده تبقى صعبة. فأنت الأول اتعاملي بالعقل وحافظي على الأسرة على قد ما تقدري، وبعد كده برضه هو إن وصلت لحرسة يديك حق، لان انت ولي. بس هنا في السؤال مش عايز يديها حجر، لا عايز يزيلها من الاخر. لا يديك حق، ما يبخس. ربنا قال وان اتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. امال فين بقى العهد والميثاق الغليظ اللي ربنا جعل بينك وبين الزوج؟ وافضى بعضكم الى بعض. تاخده ازاي؟ يردك عن باب الجنه يوم القيامه. لا اله الا الله. يردوا عن باب الجنه، الملائكه تقول لا خلاص وقفوا رجعوا غيروا الطريق بتاعه وودوه على النار. لانها كان حق ولي. ومن الوليه دي؟ اقرب الناس اللي كانت زوجة له، اولاده. لا ما يبخساش في حاجه. الحاجه الثانيه، اذا لقيت الامور استعصت وما وصلتيش لاي حل وخد من كده وخد من كده، الجاي الى الله عز وجل وعوض الله افضل من كل شيء. انت مستهانه، يعني انت مسيء الظن بالله ان ربنا ما يعوضش عليكي. ربنا صاحب العوض، يده سحاء تنفق كيف تشاء. لو ان اولكم في الحديث القدسي واخركم وانسكم وجنكم قاموا فسالوا واحد فسالوني فاعطي كل واحد مسالته ما نقص ذلك من ملكي الا كما يوضع المخيط في البحر. المخيط هياخد حاجه من البحر؟ لا مش هياخد حاجه. ربنا هيعوض عليكي، وهذه نصيحتي ليكي، والله الموفق وان شاء الله. وتحاوري بحوار هادي كده وربنا يجيب الخير. اللهم امين.
طبعا ده كان رد فضيلة الشيخ على السؤال. طبعا في نهاية اللقاء طبعا بنعرفكم ان برضو رقم التليفون والمواصلة لينا عن طريق الواتساب او الاتصال المباشر. احنا تحت امركم في اي سؤال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.